ترند اليومين دول السعوديين والخلايجة والمصريين الاتنين عمالين يسبوا ببعض. ده بيقول احنا الحضارة وده بيقول احنا الفلوس والمستقبل. ده بيقول انتوا كنتوا في خيم وقاعدين في الصحراء وبتربوا حبة خرفان، ودولت بيقولوا انتوا بتشحتوا على التيك توك وبتبيعوا كرامتكم للي يدفع اكتر. طب وبعدين مين السبب؟ مين السبب في كل اللي بيحصل ده؟ مين اللي ابتدى؟ مين حط الفتيل؟ كل الكومنتات اللي عمالين نقراها على اكس، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، كلكم بتسبوا في بعض ليه؟ ايه اللي حصل؟ حصل لكم ايه؟ بصراحة انا رأيي في الموضوع ده يكسف. نفسي اقلع اللي في رجلي وادي كل واحد مصري بيتكلم في الموضوع ده على دماغه. عيب، عيب يا مصريين. كل واحد خليجي وكل واحد سعودي عنده حق في كل كلمة بيقولها. عارفين ليه؟ عشان انتوا بعتوا كرامتكم. انتوا فتحتوا موبايلاتكم وحطيتوا الكاميرا قصادكم وقلتوا يلا مين اللي هيدفع اكتر في كرامتنا؟ عاوزنا اوريك من هنا لهنا بأسد، ومن هنا لهنا بحوت، ومن هنا لهنا بغزالة. وارحب، ارحب بالجنرال، ارحب بالكوماندا، ارحب الاسطورة، الاسطورة. ايه؟ مش بتتفرجوا على نفسكم وانتوا بتعملوا كده؟ وفي الاخر تقولوا الخلايجة والسعوديين بيهينوا كرامتنا. ما عندهم حق، عندهم حق يهينوا كرامتكم ويديكوا فوق دماغكم بالجزمة، وانا معاهم، لان انتوا اوساخ، بجد اوساخ. كرامتكم دي مش مربوطة بيكوا بس. عاوز تبيع كرامتك وتهين نفسك؟ سيب جنسيتك المصرية، روح خد لي بقى اي جنسية تانية واعمل اللي انت عاوزه، بس طول ما انت مصري وقاعد في البلد دي لازم تحافظ على كرامتك، لان كرامتك من كرامتي، من كرامة كل مواطن مصري. انت لما تتهان يبقى انا اتهنت، انت لما تشكر يبقى انا اتشكرت. واحد مثال زي محمد صلاح. محمد صلاح عشان مصري رفع راس المصريين كلها لفوق. لو الانسان ده فاشل او ساقط او زبالة كانوا قالوا كل المصريين زيه. انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين توصلونا لايه؟ البنات بقت كلها بتقلع. فين اهالي البنات دي؟ البنات اللي عماله تقلع على اللايفات وعماله، انا مش عاوز اقول كلام يجرح، كلام بجد هينزل ككرباك على اجسامكم. اتعدلوا ولموا نفسكم. انتوا مصريين، المصريين عمرهم ما كانوا كده. المصريين عمرهم ما باعوا كرامتهم من اجل الفلوس او من اجل اي حاجه. كرامه فوق كل حاجه. كرامتك يا مصري من كرامتي انا. اوعى تبيع كرامتك عشان خاطر هديه تجيلك. اوعى، اوعى تفتح الموبايل وتفضل قاعد كده تقول لله يا رب حد يدخل يفرحني دلوقتي، والنبي شوف امي التعبانه، شوف ابويا المريض، شوف ابني اللي مقطوع رجليه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اللي عاوز يطلع هنا يطلع يقدم محتوى هادف يفيد بيه الناس كلها، اذا كان مصري او خليجي او اجنبي. لما تقدم له محتوى هادف هيبعت لك بدل الهديه 1000 هديه، بس الهديه ساعتها هيبقى لها قيمه، لان انت قدمت منتج، قدمت معلومه، قدمت فكره. فرق كبير قوي لما اطلع امد ايديا واقول ارحب بالاسطوره واقعد اضحك واهزر واتمقلس على الناس، وفي فرق كبير قوي لما اقدم خدمه. يا سيدي بلاش خدمه، اطلع اتكلم في معلومات ثقافيه. شوف حضرتك درست ايه في حياتك واتعلمت فيه ايه، واطلع فيد الناس. ما عندكش كل ده، اطلع اعرض تجربتك الشخصيه. قول تجربتي الشخصيه يا جماعه، انا حصل لي 1 2 3 وبسببه حصل كذا وكذا وكذا. انا بنصح الناس ما يعملوش كده عشان انا عملت كده وجربت لكم. اطلع، اقل حاجه ممكن تعملها. اي كلام ممكن تقوله عن حياتك الشخصيه هتفيد بيه غيرك، بس تطلع تقول لله وارحب واهلا بالاسطوره؟ عيب. كرامتك فوق كل حاجه.